توجه ملايين الإثيوبيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات عامة يتوقع أن تسفر عن فوز كاسح لحزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، على رغم الانتقادات المتزايدة التي يواجهها بسبب نزعته السلطوية وتضييقه على المعارضين. ምርጫዬ መጀመሪያዬ ነው። ያው ምርጫው ጥሩ ነው፣ ፍትሃዊ ነው። እንግዲህ ለዚች ሀገር ይበጀኛል፣ ይጠቅመኛል የምለውን መርጫለሁ። እንግዲህ ያው እንደምታየው ሰልፉ እንዳለ ነው። ያው ጥሩ ነው ያለው ነገር፣ ከጠዋት ጀምሮ ያለው ነገር ያው እንደምታየው ነው፣ መልካም ነው። ያው የሚቀጥለው ፓርቲ እንግዲህ ከዚህ ያለው በጣም የተሻለ ጥሩ እንዲሆን ያው ካለፈው ምርጫ አንጻር ስናየው ያው ዛሬ የተለየ ነው። ህዝቡ በጠዋቱ ይጠቅመኛል የሚለውን እንዳለ ዛሬ 12 ሰዓት ተኩል ተነስተን ነው እዚህ የመጣ ነው። የኦሮፋ ዘን ልንመርጥ ሀገራችን ይጠቅመናል፣ ይመራናል፣ ነገም ያገለግለናል የምንለውን ፓርቲ ልንመርጥ ያው ኦሮፋ ዘን ተዘጋጅተን ልንመርጥ ተዘጋጅተን ቁጭ ብለናል ማለት ነው። وعلى رغم عقد الانتخابات في عموم أنحاء البلاد، لكنها ستستثني إقليم تيغراي في الشمال في ضوء استمرار التوتر بين السلطات الإقليمية هناك والسلطات الفيدرالية في العاصمة. ولا يزال أكثر من 1,000,000 شخص نازحين جراء الحرب الأهلية الدامية التي دارت بين العامين 2020 و2022. مع هذا يشهد الاقتصاد الإثيوبي نمواً من بين الأسرع عالمياً، إذ يتوقع أن يتجاوز 9% هذا العام وفق صندوق النقد الدولي.